اشهر شركات ستريبس موجوده في السوق كلها. دوت هيبقى دليلك في الماركت عشان تروح تشتري وانت مطمن. شيكاتيتا، اطياب، 3 شيفس، دايم، ولعتين، كوكي، نوري، بريكا، الوطنيه، حلواني. تعالوا نبدا باول حاجه بريكا، وسعره 231 جنيه ونص. شكل الاستريبس من جوه، وده شكل استريبس بريكا بعد ما قليناه. ده شكله من جوه. بسم الله. وبصراحه بريكا ابهرني، طعم السبايسي فيه عالي والخلطه بتاعته باينه، وكمان البريدنج مظبوط مع كميه الفراخ والقرمشه بتاعته حلوه. ابهرني. الوطنيه وسعر كيلو الاستريبس 253 95 قرش. يا سلام على الدقه. ده شكل القطعه من جوه، ودي شكل قطعه استريبس وطنيه. بسم الله. عايز اقول لكم ان وطنيه كويس، والناس اللي بتحب البريدنج عالي والقرمشه عاليه هيعجبهم وطنيه، وطعم السبايسي متوسط فيه مش عالي قوي، وطعم التوابل باينه فيه، بس البريدنج اعلى من الفراخ. كوكي وسعرها 287 95 قرش، ومش عارف قصه ال 95 قرش مع الشركات ايه. ده شكل القطع من جوه، دي شكل القطع والحجم بتاعها، ودي شكل كوكي بعد ما قليناها. ده شكلها من جوه. ستريبس كوكي حلو، الفراخ بيضه من جوه، والتتبيله بتاعته جميله جدا، والسبايسي بتاعه باين، بس كميه الفراخ اقل من كميه البريدنج اعلى، بس كتوتال طعمه جميل. رابع شركه دايم بسعر 239 95 قرش. ده شكل القطعه من جوه، ودي شكل قطع الستريبس. شكل القطعه بعد ما قليناها، دي شكلها من جوه. بالنسبه للستريبس دايم فكان مقرمش، وكميه البريدنج مظبوطه مع كميه الفراخ، وطعم التتبيله كانت حلوه، والسبايسي بتاعه مش عالي قوي ومتوسط، فانا بصراحه عجبني. ويلا بينا نخش على نوري بسعر 290 جنيه. دي شكل قطع الستريبس من جوه، احجام كلها مش قد بعض، قطع كبيره وقطع صغيره. دي شكل القطعه من جوه، وبصراحه وانا بقطع اهو الفراخ مأستكه جامد. عايز اقول لكم ان ستريبس نوري اكتر قطعه خدت معايا سوا، خدت وقت كبير جدا، وعايز اقول لكم ان القطعه بتأستك قوي، وفي افتر تيست غريب قوي بصراحه. فبصراحه نوري. نخش بعد كده على ولعتين بسعر 250 جنيه. ده شكل قطع الستريبس من جوه، في قطع عملاقه هنا تنفع للبرجر. ولعتين بعد ما استوت، وديت شكل القطعه. دي خدت مني كميه وقت في السوا كتيره جدا جدا جدا. دي بقى للناس اللي بتحب القطع الكبيرة، وبحب الاستريبس يبقى رفيع كده ومتوازن. هي طعمها كويس كطعم، بس البريدنج مش باين قوي من اللحم ما شاء الله كبيرة قوي فيها، بس طعم التتبيلة بتاعتها كويس، بس القطع كبيرة قوي. نخش على 3 شيفس بسعر 215 جنيه. ده شكل ستريبس من جوه، ودي حجم قطع ستريبس من جوه، ودي شكلها من جوه. بسم الله. وعكس المتوقع بصراحة، القرمشة مش باينة، والبريدنج بتاعه طري، وطعم التتبيلة مش باينة، حتى السبايسي بتاعه مش باين. بصراحة 3 شيفس يعني عكس المتوقع تماما. ونخش على شيكاتيتا بسعر 277 95 قرش. وده شكل شيكاتيتا من جوه، دي حجم قطع ستريبس من جوه، قطعة ستريبس شيكاتيتا. بسم الله. قرمشة حلوة. ستريبس شيكاتيتا طعمه حلو، والتتبيله باينه فيه، السبايسي باين فيه، طعم القرمشه كمان باين، وطعم البريدنج عالي سنه صغيره عن الفراخ. وشيكاتيتا ستريبس كويس جدا. خش على حلواني بسعر 272 95 قرش. ده حجم قطع ستريبس. ونخش على قطعه ستريبس حلواني، وده كان اكتر كيس وانا بفتحه كان ليه ريحه حلوه. ده شكل القطعه من جوه. بسم الله. وعايز اقول لكم ان ستريبس حلواني طعمه كويس، والسبايسي باين فيه، والبريدنج حلو، والقرمشه بتاعته كمان باينه، وقطع الفراخ كويسه. بس هنا في مشكله، ان التتبيله بتاعته اللي طاغي فيها طعم الجنزبيل هو اللي باين قوي، فاكتر حاجه باينه فيه طعم الجنزبيل. لو قلوها شويه كان هيبقى عالمي بصراحه. واخر حاجه معانا اطياب ب 346 95 قرش، ودوت يعتبر اغلى كيس ستريبس في مصر كلها. شكل ستريبس من جوه، وده حجم قطع الستريبس. بس السؤال هنا، هل فرق السعر دوت هيفرق في الطعم ولا لا؟ ده اللي هنكتشفه مع بعض. وديت شكل قطعة الستريبس من جوه. سبايس ليفل الوحش.
يعني من حيث الجودة ومن حيث الطعم فكل حاجة مظبوطة بصراحة، حتى كمية البريدنج مع الفراخ مظبوطة، التوابل مظبوطة، السبايسي بتاعه مظبوط، فبصراحة اتكيفت جدا من الستريبس اطياب. وبالنسبة للذوق الشخصي تعالى ارتب لكم احسن 3 شركات. وبالنسبة لي بصراحة رقم 1 كان اطياب، كل حاجة فيه كانت مظبوطة. ورقم 2 هيبقى معانا شيكاتيتا. ورقم 3 بالنسبة لي كان مفاجأة، بريكا. ممتاز جدا وطعمه كويس قوي. وبصراحة انا كنت ارشح 3 بس بصراحة مش قادر اسيب كوكي، فانا هقول لكم ان دوت رقم 4. كنت عايز احطهم رقم 3 هو وبريكا، بس بصراحة بريكا اعلى منه، بس ما قدرتش اسيب كوكي لانه بصراحة كان طعمه حلو قوي بالنسبة للشركات اللي احنا جبناها. وبالنسبة لي دولت احسن 4 شركات دوقتهم من 10 شركات اللي انا جبتهم. وما تنسوش ان الاكل اذواق ودوت ذوقي الشخصي. لو عايزيننا بقى نعمل لكم مقارنة ما بين حاجة تانية اكتبوا لنا في الكومنتات. كنت معاكم انا اسلام صبري، بحبكم في الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو دوت وتشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس، لان الفيديو دوت هيبقى دليلك في الماركت.